إبراهيم إسماعيل، من مواليد مدينة سنار. تربيت قرارات في سنار. بدرس طب في الجامعة الأهلية. بالنسبة لموضوع الجروب بتاع ناس الضحكة، طيب نحن أنا أول كنت زول مسرحي من ما كنت صغير بشتغل مسرح. اشتغلت مسرح أيوة، من مدرسة في مثلاً؟ الأساس في المدارس وكده. أيوة جميل. تمام. لما جيت الثانوي برضو كان في روح المسرح في الطابور كده. جميل. أيوة. لما جيت الجامعة الحاجات دي اختفت نهائي، عشان تقدر تثبت وجودك ما في. ليه لقيت ناس مثلا كمية في الجامعة مثلا؟ لقيت إنه ناس كتير بتشتغل مسرح. انت المسرح بتشتغل شنو، كوميديا يعني فقط؟ كوميديا، سكتشات، مسرحيات طويلة. جميل. كله. فلما جيت الجامعة خشيت الميديا، السوشيال ميديا، لقيت شباب يعني بعملوا فيديوهات. جميل. الحاجات دي، فقلت لي أنا زول مسرحي أصور الحاجة دي وأطلعها. فعلا عملته وطلعته في أقل يلا زمن. مرحلة التكوين هنا كيف يعني؟ انت براك مشدد أيوة، كاميرا لا. ولا عندك صاحبك مثلا؟ لا، أيوة. في البداية كنت براي، لكن لما أنا أول حاجة يعني بديت في الميديا. جميل. أول الشغل اللي بديته براي، لقيت يعني في ناس في الميديا حبوا الشغل، منهم مصورين وأصحابي يعني شديد، بس بقينا أكثر من أخوان. لمدنا الميديا لكن أكثر من أخوان هسه حاليا. جميل. اتكاتفنا. منهم ممثلين، منهم مصورين، منهم البيرد بنتي، كده اتكاتفنا فطلعنا الحاجة الحلوة دي. طيب كل زول فيكم بيقدم حاجة معينة ولا كلكم انتوا؟ لا، يعني كل زول بيقدم حاجة معينة. يعني ما عندكم مثلا ليدر زول؟ الليدر فيكم منو يعني؟ والله انت اللي كونت الجروب معناه انت الليدر. ايوه. اذا انت الافكار انت مثلا بتديها ولا برضه يعني انت لا، بتستعين بيهم؟ بستعين بيهم اكيد. جميل. اكيد يعني حتى لو انا جبت الفكره بيكون في تعديل في الفكره منهم هم. يعني هم بيعدلوا الفكره وكده، يعني جات فكره منهم انا باخذ راي، ياخذوا رايي وبنعدل في الفكره وكده عشان نطلع حاجه حلوه متناسقه ظريفه للشعب. ظريف. انتوا بديتوا لكم كم مثلا؟ والله حوالي سنه بالضبط كده. سنة وقدرت تعمل القاعدة الجماهيرية دي كلها؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب عشان نحن المشاهدين والحضور يقدروا يفهموا أكثر عن الفكرة، نحن حنشاهد فيديو وحنجي راجع تاني.